يعني خرجتوا الشارع باسم الشعب، اسم المواطنين، ما تبعش لأي حزب ولا أي كيان سياسي، ولا توكل كرمان تقرب لي لا خالتي ولا عمتي ولا جدتي، ولا تربطني بأي صلة، ولا يشرفني أصلا ارتبط بأي شخص عايش خارج اليمن ويتفلسف باسم اليمن وتعز خالص. توكل كرمان كنت حابب إنني أوجه له رسالة أو أستدعي عبر قناته، فأني أستدعي اليوم إن تحضر تعز تجي. اليمن ما كانش على حافة الانهيار عام 2011، لا اليمن على حافة الانهيار الآن تعز على حافة الانهيار، تيجي تحضر تعيش المعاناة اللي احنا نعيشه والقحم اللي احنا نعيشه بتعز، بعد ترجع تتفلسف. ما يشرفنيش أي مسؤول عايش خارج اليمن براحة ورخاء ويجي يتكلم باسم تعز وباسم اليمن وباسم معاناتنا، ما هوش وكيلنا، يجي يحضر المعاناة وبعد يرجع يتكلم. وبالنسبة للأحزاب حقكم والله لا، أنا خرجت باسم الشعب، اسم المواطنين، أنا ولدت مشق المعاناة. أنا لي 4 سنوات أو 5 سنوات داخل تعز، ولا مرة سمعتوا إن الحزب الفلاني قدم كذا كذا مشروع، أن الحزب الفلاني خفف من معاناة الناس، ولا شيء. الأحزاب حقكم يقدم لكم بس مجرد دراسة على أوراق، الأوراق حقها ماذا؟ يبلون يشربوا معي لأنه ما تفيدنا. وأنتم صحوا اللي هنا صحوا لنا، جالسين تتناكفوا بيناتكم البين على إيش؟ هذا مؤتمري، هذا إصلاحي، هذا اشتراكي، إيش قدموا لكم الأحزاب حقكم؟ إيش فعلوا لكم؟ اليمن مقسمة على بس مجرد محاصصة بين الأحزاب، السبب الرئيسي في دمار اليمن هم الأحزاب حقكم، إيش فعلوا لنا الأحزاب؟